بحوالي 3 دراهم، من بعد كتنتقل ل 6 دراهم وشي حاجه، ومن بعد كتنتقل ل 12 درهم. الى تجاوزتي 6 الاولين كدوز ل 6 ديال الدراهم من 3 ديال الدراهم، ولا تجاوزتي الاخرين كدوز ل 12 ديال الدرهم. اذا هذوك الناس تيوليو تيخلصوا. حنايا شنو كنا قلنا لهم؟ قلنا لهم ملي عملنا هذيك الزياده اللي اولا وقبل كل شيء ماشي صحيح انها يعني الناس اللي ما عندهمش الامكانيات كلفناهم بها، لا، 4 مليون ونص ديال المشتركين ما معنيينش بها، اللي كيستهلكوا قل من 100 كيلو واتر في الكهرباء وقل من 6 ديال الامتار المكعبه من الماء. اذا هادو كلهم ما معنيينش، ولكن هادو كيجبروا نفوسهم معنيين. قلنا لهم فورا يديروا لهم العداد الفردي، بمعنى اخر كتجي للدار كتلقى عندهم عداد واحد كيعطي ل5 ولا 6، خصك دير لهم 5 ديال العدادات ولا 6 ديال العدادات. والناس ديالنا ديال الداخليه كانوا لزموهم باش داك كل عداد كان كيكلف 7000 ولا 8000 ولا 6000 درهم، فلزموهم انهم ينقصوا هذيك التعريفه من 7000 ولا 8000 درهم ل 1000 درهم، وبعض الحالات 800 درهم، ولزموهم باش يديروها لهم على عام. فما تبقاوش تتصوروا بانه الدوله نائمه ولا تنتبه لما يقع ولا تقوم بواجبها، وان كان كيوقع اختلالات بعض المرات او كيوقع تهاون. ملي كيوقع تهاون او اختلال والمواطنين كيتكلموا راه الدوله كتحرك وكتمشي. قلنا لهم حيت شي بعض المرات ما تيكونش من الممكن تعمل العدادات الفرديه، قلنا لهم الا درتيو العداد المشترك خص اولا وقبل كل شيء يكون العدد ديال العائلات معروف، 3 4 ولا 5، وملي تجيو تحسبوا لهم ما تحسبوش هذاك الفاتوره، يعني كل واحد ديروا له فاتوره وحسبوا له الشطر الاجتماعي بوحده والشطر الاخر بوحده والشطر الاخر بوحده، بمعنى انه واخا الاستهلاك كيهم عداد واحد ولكن غتخرج منه 5 د الفواتير، لانه في هذيك الاسر ما كيديروش الحساب شكون اللي خدا اكثر من الاخر، كاين عداد واحد كيقسموا داك الشيء على 3 على 4 على 5، ولكن كل واحد ديروا له عداد واحد. هذا كذلك وقع فيه تهاون، هذا صحيح. والناس ديالنا في الداخليه والناس اللي يلاه جاو هذوك اللي 4 شتنبر عاد وقعت الانتخابات، 15 يوم من بعد عاد تكون المكتب الى اخره. حنا ما بغيناش نسيسوا هذا الشيء ونقولوا شي واحد مسؤول، حنا ما بغيناش نهضروا على هذه الهضره. حنا المهم عندنا هو المواطن الا يظلم، هذا هو المهم عندنا. وكذلك حتى الشركه لا تظلم، نحن لا نريد ان نظلم احدا. قلنا لهم مشات المجموعه الاولى، بقات الاحتجاجات كتقولوا التنوير. الله يهديكم، ردوا البال، راه الكلمات راه هي صعبه جدا. واش دابا المسؤوليه ديال الحكومه هي تنوم المواطنين؟ هذا عيب، هذا عار. هذه حكومه خصها المحاكمه ماشي الحكامه. هذا سيدي هذاك الشيء ماشي الحكومه. هذاك النهار جلاله الملك فيقني مع 6 الصباح، باش يواخد عليا انه ربما ما عملناش اللازم. وجا عندي السيد وزير الداخليه ومشيت وتحولت انا وياه بطلب مني بتوجيه من جلاله الملك لطنجه، ومشينا وجلسنا مع المسؤولين كلهم وقلنا لهم كلشي المشاكل اللي كاينه نعالجوها. الشركه لزموها بانها تعمل المراجعات. ديك الساعات كانت الشركه راجعات حوالي 9000 فاتوره. قبل هذه اسبوع الا كنتذكر راجعات حوالي 20000 فاتوره. دابا المعلومات اللي عندي انها اكثر من هذا الشيء مره او مرتين، ما نعرفوش 30000 فاتوره ولا اكثر اللي رجعتهم الشركه. وتكلمنا مع الناس ديال المسؤولين تمايا، لا ديال الجماعه، لا اللي في المعارضه، لا الاعلام، لا كل شيء. تنشرحوا لهم تنقول لهم الله يجازيكم بخير. الناس خرجوا احتجوا، الحكومه سمعات تفاعلات، المره الاولى من خلال اللجنه والمره الثانيه من خلال وزير الداخليه ورئيس الحكومه. شنو بقى؟ خلينا نكونوا واضحين. وجينا والتزمنا وبدينا المراجعه، لانه بطبيعه الحال
ملي كتوقع اختلالات ما تيمكنش ترجعها في نهار ولا في يومين ولا في 3 ايام. عملنا في 4 ديال المقاطعات، عملنا تما يا شخص اللي كيستقبل الشكايات، عملنا في الوكالات الشخص اللي كيستقبل الشكايات، بدينا كنعالجوا هذاك الشيء. قلنا لهم دابا هذه الاحتجاجات لم يبقى لها موجب، لم يبقى لها موجب، وحضرنا بطبيعه الحال. حنا رحنا في بلاد الاخوان، خصكم تعرفوا اشنو هو، لانه حنايا دابا هنايا ساكنين كنعرفوا طنجه وكنعرفوا الناس اللي خرجوا، وعندنا تاريخ كنعرفوا بلي سبق لهم خرجوا على امنديس اكثر من مره، وكيخرجوا كيحتجوا كيعاودوا يرجعوا في امن وامان. ولكن الصوره ديال داك الشيء على البلاد في الخارج خصكم تعرفوها، وعلى المستثمرين وعلى العلاقات مع الشركات الاجنبيه. سمحوا لي ما تقولوش الشركات الاستعماريه، انا نقول لكم علاش. لانه هذه الشركات ماشي جات في عهد الاستعمار، جات في 97 بدات. بعد الحسن الثاني الله يرحمه واش دخلت بالزمنه، حنا اللي جبناها. شنو هو السبب باش جات؟ السبب باش جات هو ان هذا المرفق كان كيتدهور. كان هذا الشيء السيد وزير الداخليه ولا ما كاينش؟ كان كيتدهور، فهمتي؟ معليش. هذا المرفق، هذا المرفق الاخوان تذكرون او لا تذكرون؟ انا نذكركم غير بحاجه واحده. شحال كنا كننتظروا ملي كنمشيو نخلصوا الضو والماء. غير عقلوا غير على هذه. كيفاش كانت الوكالات، كيفاش كانت واحد العدد ديال الخدمات. كنا في حاجه الى جهه عندها الاموال